بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا وسهلا بكم يا أبطال مع واجب الحصة الأولى للصف الثالث الثانوي درس الدعامة. وطبعا زي ما انتم عارفين احنا شرحنا الدعامة في النبات، وكمان شرحنا الجهاز الهيكلي واتكلمنا بالتفصيل عن العمود الفقري. ودلوقتي إن شاء الله بإذن الله نشرح الجزئيات ونأكد المعلومات ونفهم التفاصيل مع بعض في كل سؤال، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول بيقول إذا كانت س إحدى التراكيب التي تقوم بنقل الماء، والذي يقوم بنقل الماء هو مين؟ الخشب. والخشب ده يا جماعة اللي هو الأوعية والقصيبات. يبقى إذا س ديت لا إما هنقول أوعية لا إما هنقول قصيبات. وصاد خلايا يرصف فيها السيورين، يبقى ديت خلايا فلينية. فماذا يمثلان س وصاد؟ يبقى إذا في الحالة ديت هختار الإجابة د. الأوعية الخشبية هتبقى س، وصاد هتبقى الخلايا الفلينية. في نفس الشكل ماذا يمثل حرف عين؟ طبعا الحرف عين دي عايزين حاجة مشتركة. في معلومة في غاية الأهمية يا شباب، إن أي خلية سواء كانت خلية برانشيمية، كولانشيمية، سكالارانشيمية، الخشب، اللحاء، أي جدار من جدر هذه الخلايا يا جماعة يتكون من سلوز بنسميه سلوز تركيبي. فالحاجة المشتركة ما بيناتهم سلوز تركيبي. ما ينفعش نختار اللجنين. ليه بقى؟ لأنه الخشب اللي هو س فيه لجنين، لكن الفلين اللي هو فيه السيورين ما فيهش لجنين. سليلوز ترسيبي، لا طبعا ما فيش سلوز ترسيبي في أوعية الخشب، وما فيش كمان في خلايا الفلين. السيوبرين خاص بخلايا الفلين فقط، فما فيش قدامنا الا كلمه سلوز تركيبي. ويعني ايه سلوز تركيبي؟ يعني انه جدار الخليه سواء كانت اوعيات الخشب او القصيبات او الخلايا الفلينيه او اي خليه تتركب اساسا من ماده السليلوز. ناجي بعد كده السؤال رقم 3. تحقق الدعامه في النبات عده اهداف، منها طبعا جميع ما سبق، لانه طبعا في مواد بتمنع فقد الماء مثل الكيوتين، ومواد تكسب القوة والصلابة مثل اللجنين، وهذه المواد تحافظ على الشكل. 4. من الشكل المقابل أجب أي الاختيارات التالية تعبر عن دعامة تعتمد على ترسيب بعض المواد. تعالى كده مع بعض. طبعا احنا عارفين انه عندنا اول نوع من الخلايا ده يا جماعة ده خلايا البشرة اللي عليها مادة مين؟ اللي عليها مادة الكيوتين. ناجي بعد كده رقم 2 دي خلايا كولانشيمية، خلايا كولانشيمية، ودي يا جماعة بيكون فيها مادة السلوز. رقم 3 دي خلايا برانشيمية. ومن الواضح جدا يا جماعة لو حد ركز معانا وكبرنا كده الصورة هتلاقي هنا فيه فراغات، الفراغات ديت او المسافات البينيه ديت دايما بتعبر عن النسيج البرانشيمي. ليه؟ لان هنا مفيش اي مواد بتترسب ولا سلوز ولا جنين. يبقى اذا في الحاله ديت يا شباب احنا بنتكلم على رقم 3 ديت برانشيميه. ناجي بعد كده للرقم 4 هتلاقي انه السمك الجدار تخين لانه من الداخل فيه ماده اللجنين، بالاضافه كمان ان انا مش شايف هنا ولا نواه ولا فجوه عصاريه. يبقى ده نسيج اسكالارانشيمي يمتاز بوجود ماده اللجنين. يبقى اذا في الحاله ديت ايه هي الخلايا اللي فيها ترسيب للمواد؟ يبقى اختار الخلايا 1 و2 و4، ما اختارش 3 لان ديت خلايا برانشيميه. نيجي للسؤال رقم 5 ونقول احنا عندنا الخلايا رقم 1 ديت خلايا برانشيمية شرحناها بالتفصيل، والصورة بتاعتها الأماكن ديت كده يا جماعة دي مسافات بينية، فراغات موجودة ما بين الخلايا. تمام. وده طبعا نسيج كولانشيمي يمتاز بوجود مادة مين؟ السليلوز. وده اسكالارانشيمي يمتاز بوجود مادة مين يا جماعة؟ اللجنين. ويمكن احنا في الحصة حلينا بعد الشرح بعض الأسئلة كانت شبه الأسئلة دي. أي الأنسجة التالية من المتوقع تواجدها في قشور ثمار البندق؟ البندق تمتاز قشورها بوجود صلابة وقوة. يعني عندها ايه يا جماعة؟ صلابة وايه؟ وقوة. صلابة وقوة دي تفكرك بمادة مين؟ بمادة اللجنين. طب مادة اللجنين موجودة في مين؟ في 3 اللي هو الاسكالارانشيمي. ناجي بعد كده أي الأنسجة تتواجد في أوراق؟ لو فاكر قطاع الورقة هتلاقي إن الورقة كان فيها إيه؟ كان فيها نسيج كولانشيمي. تمام. والنسيج الكولانشيمي يسمح بمرور مين؟ الماء. ليه بقى؟ لأنه فيه سلوز. السلوز منفذ لمين؟ منفذ للماء. كمان يا بطل هتفتكر كمان إنه كان فيه خلايا برانشيمية. يبقى إذا في الحالة ديت أنا هختار الإجابة 1 و2. افحص قطاع الورقة
هتلاقي فيها أنسجة برانشيمية مثل النسيج العمادي والنسيج الإسفنجي، وهتلاقي فيها نسيج كولانشيمي يحتوي على مادة السلوز. والاتنين دول يا جماعة سواء كان برانشيمي أو كولانشيمي بيسمحوا بمرور الماء، حيث أن الكولانشيمي يحتوي على سلوز منفذ الماء، والبرانشيمي كده كده ما عندوش أي مادة. 7. أي الأنسجة التالية التي تتميز بحدوث انتفاخ لها عند وضعها في ماء مخفف؟ يمكن حلينا سؤال شبه ده وقلنا يا جماعة معناها إن الخلية مش هتتأثر بوجود أو غياب المية، يعني مش هيحصل لها انتفاخ لو وضعت في ماء مخفف، أو مش هيحصل لها انكماش لو وضعت في ماء مركز، مش هتتأثر. ليه؟ لأنها خلية غير إيه؟ حية. صح يا بطل، برافو عليك. يبقى ده نسيج ايه يا جماعه؟ ده نسيج غير حي. لو انت مكمل معايا لحد السؤال 7 فهتكتب لي هنا كود وتقول لي 1990 عشان نعرف ان انت مركز في الواجب. كمل معايا كده يا بطل ونقول السؤال رقم 8. ما التركيب الذي يمكن ان يغيب عن ورقه النبات في الشكل المقابل ومع ذلك لا يحدث له جفاف او يموت؟ طبعا اول ما اسمع كلمه جفاف او يموت ديت افتكر على طول الجفاف اللي بيحمي النبات من الجفاف ماده مين؟ ماده الكيوتين. طب والكيوتين اللي هي رقم كام؟ اللي هي رقم 1، الطبقه اللي فوق. امتى الكيوتين ما يكونش موجود يعني يغيب ومع ذلك النبات ما يتاثرش؟ اختار طبعا الاجابه الف، التركيب 1 اللي هو الكيوتين في نبات مائي مغمور. لو النبات اصلا عايش في الميه ومغمور في الميه فكده كده مش محتاج ايه؟ مش محتاج طبقه الكيوتين، لانه كده كده اصلا عايش في مين؟ في الميه، فهيفقد هيكتسب هيفقد هيكتسب، كده كده هو عايش فين؟ في الميه. السؤال رقم 9. الشكل المقابل يوضح تركيب الطبقات الخارجيه لساق احد النباتات. طبعا يا بطل انت عارف النسيج ديت ده نسيج ايه؟ برانشيمي اللي هو البشره، وعليه طبقه مين يا حبيبي؟ عليه طبقه الكيوتين. برافو عليك. طب وصاد ده نسيج ايه يا حبيبي؟ ده نسيج كولانشيمي يمتاز بوجود ماده مين يا حبيبي؟ ماده السلوز. برافو عليك. تمام. ودي طبعا نسيج برانشيمي معلش اي مواد لانه في فراغات بينيه بيناتهم. فبيقول لي اي تلك الطبقات تحتوي على دعامه تعتمد على ترسيب بعض المواد. اقول له طبعا س وايه؟ اقول له س وصاد. س على كيوتين وصاد سلوز. 10. اي مما يلي يعد وجها للشبه بين الخلايا الفلينيه والخلايا الاسكالرانشيميه؟ طب الخلايا الفلينيه فيها ايه يا حبيبي؟ الخلايا الفلينيه فيها سوبرين غير منفذ للماء، والخلايا الاسكالرانشيميه فيها لاجنين غير منفذ للماء. يبقى اذا الاجابه ده الخلايا مدعمه بمواد غير منفذه للماء، الاثنين عندهم مواد غير منفذه لايه؟ للماء. 11. امامك رسم يوضح بعض خلايا ثمره الكمثرى. انا شايف الخليه رقم 1 دي خليه برانشيميه، والخلايا البرانشيميه ديت يا جماعه خليه حيه، يعني لو وضعت في الماء تنتفخ ولو بعدناها عن الميه هتنكمش. ورقم 2 ديت هنلاقيها فارغه من الداخل، ما فيهاش حاجه من جوه، فاضيه، ونلاقي الجدار بتاعها سميك. يبقى دي رقم 2 اسكالرانشيمي، ويبقى اذا الجدار بتاعها مغلظ بماده مين؟ مغلظ بماده اللاجنين. وده نسيج ايه يا حبيبي؟ ده نسيج غير حي. يبقى اذا في الحاله ديت انت هتقول ايه؟ هتقول والله دال تنتفخ الخلايا 1 لان الخلايا الواحد برانشيميه حيه لو وضعت في محلول مخفف، بينما لا تتأثر الخلايا 2 لأن الخلايا 2 اسكالرانشيمي غير حي مرسب فيه مادة اللاجنين. 12. بيقول لي أي العبارات التالية تفسر عدم خروج الماء من ورقة النبات من الخلايا إكس؟ طبعا الخلايا إكس ديت خلايا مين؟ دي خلايا البشرة. تمام. ليه؟ لأن هنا قال النسيج الوسطي اللي هو النسيج العمادي والنسيج الإسفنجي، وهنا وعاء الخشب اللي فوق ده خلايا البشرة. طب ليه خلايا البشرة ما بيخرجش منها مية؟ تقول لي أيوه صح، برافو عليك، بسبب ترسيب مادة مين؟ الكيوتين. لو انت مكمل معايا يا بطل اكتب لنا كود هنا كده جنب السؤال رقم 12، هنقول 95%، يا رب تجيب أعلى منها في الثانوية. 13. أي مما يلي يميز الخلايا الفلينية عن الخلايا الإسكالرانشيمية؟ طبعا الخلايا الفلينية مرسب فيها مادة السيوبرين، والخلايا الاسكالرانشيمية مرسب فيها مادة اللاجنين. يبقى نوع المادة المترسبة على الجدر الخلوية ده الايه؟ ده وجه الاختلاف بيناتهم او التمييز بيناتهم. نجي للسؤال رقم 14. الرسم البياني المقابل يوضح كمية إحدى المواد الموجودة في جذور الخلايا النباتية المختلفة. أي البدائل يمكن أن تعبر عن هذه المادة؟ طبعا هختار السلوز. ليه؟ لأنه الفلين عنده سليلوز تركيبي، والبشرة عندها سليلوز تركيبي، يعني جدار الخلايا بتاعت البشرة مكون من سلوز.
اما الكولانشيمي عندها سلوز اكتر. ليه بقى؟ لان عندها سلوز تركيبي وعندها سلوز ترسيبي. يمتاز او يميز النسيج الكولانشيمي بوجود ترسيب للسلوز، بالاضافه للسلوز اللي موجود في جدار الخليه. فعشان كده احنا اخترنا ماده مين؟ ماده السلوز اللي بتكون موجوده في كل الخلايا، بس ممكن تكون موجوده بشكل تركيبي وممكن تكون موجوده بشكل تركيبي وترسيبي. تمام. نيجي بعد كده للسؤال رقم 15. الشكل المقابل يمثل مقطعا طوليا في ورقة نبات عشبي، ادرسه جيدا ثم اجب. اي الخلايا بالرسم مرسب عليها مادة تحمي النبات من الجفاف؟ افتكر الكيوتين. طب الكيوتين مرسب فين؟ على البشرة العليا اللي هو رقم 1، وعلى البشرة السفلى اللي هي رقم رقم 3. يبقى اذا هختار الاجابة ب. 16 حلينا سؤال زيه انا فاكر اثناء ما كنا في الحصة واحنا بنحل التقييمات اثناء شرح الحصة. دي خلايا ايه يا حبيبي؟ ايوه دي خلايا برانشيميه. ليه عرفتها ازاي؟ المسافات البينيه او الفراغات البينيه الموجوده ما بين الخلايا حيث لا توجد مواد مرسبه. اذا في الحاله ديت كنا بنقول ان الخلايا ديت ما عندهاش مواد، يبقى اذا ما ينفعش اختار قوه وصلابه، يعني ما عندهاش ولا سلوز ولا لجنين، يبقى ما ينفعش اقول خلايا حيه تكسب الساق قوه وصلابه. كلمه حيه ماشي لكن قوه وصلابه غلط. خلايا غير حيه لا هي حيه. خلايا مدعمه بمواد واحنا قلنا ما عندهاش تدعيم، ما عندهاش ترسيب، يبقى اذا هختار الاجابه ج. تفقد الماء اذا ارتفعت درجه الحراره لانها خلايا حيه. ندخل بعد كده على الدعامه في الانسان، وبيقول لي اي العلاقات التاليه تعبر عن الفقرات العجزيه. الفقرات العجزيه ماشيه ازاي؟ 25 دي كبيره، 26 اصغر منها، 27 اصغر، وهكذا. اذا الفقرات العجزيه بتبدا 25 اكبر حاجه، ثم بعدها 26 اصغر، ثم بعدها 27 اصغر، وهكذا. لان احنا قلنا انه فقرات العمود الفقري بدايه من الفقره رقم 25 يقل حجمها تدريجيا حتى نصل للفقره 33. اذا في الحاله دي تختار الاجابه ب. اي العلاقات التاليه تعبر عن الفقرات القطنيه. الفقرات القطنيه يا بطل بتبدا ازاي بقى؟ بتبدا من الفقره رقم 20 لحد 24. انا ابقى عارف ان 21 اكبر من 20، و22 اكبر من 21، وهكذا 23 اكبر من 22. اذا من 20 لحد 24 وانا نازل كده ماشي مع محور السينات كده، حجمها هيحصل له هيزيد. يبقى اذا في الحاله دي هختار الاجابه مين؟ هختار الاجابه ج. 19 عدد ازواج النتوءات في الفقره الصدريه. عدد ازواج النتوءات 3. ليه؟ لان احنا عندنا نتوءان مستعرضان ده زوج، نتوءان مفصليان علويان ده زوج، نتوءان مفصليان سفليان ده زوج. يبقى اذا 3 ازواج. النتوء الشوكي لا يحسب زوج لانه فارد. دي الفقره رقم تتوسط العمود الفقري، الفقره رقم 17. ليه؟ لان العمود الفقري 33 فقره، يبقى التي تقع في المنتصف الفقره 17، و17 ديت فقره ايه؟ صح، برافو عليك، صدريه. عدد النتوءات في الفقره القطنيه الرابعه. هو ما قالش هنا ازواج نتوءات، هو قال عدد نتوءات، يبقى هقول له على طول 7. 22 عدد مجموعات الفقرات التي تتصل بالضلوع. احنا المجموعات عندنا 5 مجموعات: عنقيه، صدريه، قطنيه، عجزيه، عصعصيه. مين بقى اللي بيتصل بالضلوع؟ مجموعه واحده اللي هي مجموعه الصدريه. يبقى مجموعه الفقرات الصدريه هي التي تتصل بالضلوع. وركز ما قالش عدد الفقرات، قال عدد مجموعات الفقرات، يبقى عايزها كمجموعه، وهي مجموعه واحده هي مجموعه مين؟ الفقرات الصدريه. 23 اول فقره ضامره صغيره جدا في الحجم. تمام. طيب واللفظ ده يا جماعه يطلق على مين؟ على الفقرات العصعصيه. طب والفقرات العصعصيه بتبدا من الفقره رقم كام؟ 30. يبقى اول فقره عصعصيه، ده معنى السؤال كده بقى، اول فقره عصعصيه هي الفقره رقم كام؟ 30. نيجي بعد كده اذا كانت الفقره التي امامك رقمها 22. حلو قوي. فما النتوءات التي تتمفصل بها مع الفقره رقم 21 و23؟ طب نكتب كده، نعمل دايره كده بسيطه. 22 تمام، وفي هنا 21 فوق منها، وفي 23. هو الكلام على مين؟ على 22. يبقى اذا في الحاله ديت السفليان بتوع ال 22 والعلويان بتوع ال 22. السفليان بتوع 22 هيمسكوا مع مين؟ مع ال 21. قصدي العلويان بتوع 22، العلويان بتوع 22 هيمسكوا مع الواحد مع ال 21 اللي هم السفليان بتوع ال 21. والسفليان بتوع 22
هيمسكوا مع الفقرة رقم كام؟ 23. طب أنا عايز أطلع من الرسمة مين السفليان ومين العلويان. يبقى إذا رقم 4 ده نتوء سفلي، ورقم 3 ده نتوء علوي. من الآخر الفقرة رقم 22 هتمسك مع 21 عن طريق النتوء السفلي بتاعها. ده السفلي بتاعها، النتوءان السفليان. مين السفليان؟ اللي هم رقم كام؟ اللي هي رقم 4. برضه انا مصمم على كلمه سفليان ديت معذره. 22 هتمسك في 21 بالنتوءان العلويان اللي هم مين؟ اللي هم رقم 3. حلو قوي، يبقى انا هختار رقم ايه؟ 3 اهي. وهتمسك ب 23 بالنتوءان السفليان اللي هم رقم كام؟ اللي هم رقم 4. يبقى اذا الاجابه 3 و4. ولو هي السؤال عندك في اي خطأ عدله وخليها 3 وايه؟ 3 و4 زي ما هي ظاهره قدامك في الفيديو. سؤال رقم 25، عدد الاقراص الغضروفيه بين الفقرات من 12 الى 27. بسيطه جدا، انا عندي من 12 لحد 25، وبعد كده 25 مع 26 و26 مع 27 دول مش هيتحسبوا. ليه مش هيتحسبوا؟ لان دي فقرات ملتحمه مفيش فيها اقراص غضروفيه. يبقى انا هحسب الاقراص الغضروفيه من 12 لحد كام؟ لحد 25. ما احسبش بعد ال 25. ليه؟ لان من 25 و26 27 دي فقرات ملتحمه مفيش اقراص غضروفيه. طب من 12 ل 25 كام كورس غضروفي؟ بسيطه جدا، بنطرح 25 ناقص 12 عشان اجيب الحاجه اللي بيناتهم، الاقراص الغضروفيه اللي بيناتهم تدينا 13 كورس غضروفي. 26 الفقره التي تتصل بالزوج العاشر للضلوع. طيب ده ان شاء الله باذن الله هنشرح السؤال ده بالتفصيل لما نيجي ناخد الضلوع والقفص الصدري الحصه القادمه، لكن ممكن برضو ندي معلومه كده ايه بسيطه. انت عندك الفقرات الصدريه بتبدا برقم كام؟ الفقره الصدريه بتبدا برقم 8. يبقى اول ضلع يا جماعه، اول زوج من الضلوع بيمسك بالفقره رقم كام؟ بيمسك بالفقره رقم 8. يبقى الزوج الثاني من الضلوع يمسك بالفقره رقم كام؟ 9. يبقى الزوج الثالث يمسك بالفقره رقم كام؟ 10. وهكذا. طب ملهاش قانون، بس ثبتها الاول معايا. الزوج الاول من الضلوع بتاع القفص الصدري بتمسك في الفقره رقم 8، الزوج الثاني يمسك في الفقره رقم كام؟ 9. الاول من الضلوع يمسك في الفقره رقم كام؟ 8. طب ما انا ممكن اقول قانون. ايه بقى القانون؟ اقول والله رقم الفقره بيساوي رقم الزوج الضلع زائد 7. تاني الكلام ده هنشرح بالتفصيل الحصه اللي جايه. رقم الفقره لو عايز تجيب رقم الفقره اللي بيمسك فيها الضلوع بتقول رقم زوج الضلع. طب هو بيقول زوج الضلع كام؟ قال لك بالزوج العاشر للضلوع، يبقى 10 زائد 7. مين السبعه اللي انا بزودهم دول؟ لان انا بدات من 8. السبعه بتوع العنقيه. 10 زائد 7 يبقى كام؟ 17. ودي قلنا هنشرحها ايه بالتفصيل عند القفص الصدري. أي الفقرات التالية ليس لها دور في حماية الحبل الشوكي؟ أو اختار الإجابة د من 32 و 33 لأن دي فقرات عصية ضامرة ملتحمة لا يمر منها الحبل الشوكي، حيث ينتهي الحبل الشوكي تقريبا بين الفقرة الأولى القطنية والثانية القطنية. ما اتجاه تحدب العمود الفقري في الفقرات التالية على الترتيب؟ من 8 ل 12 دي فقرات ايه يا جماعة؟ من 8 ل 12 صدرية. طب والصدريه بتتحدب للخلف، محدبه للخلف. طب من 14 ل 17 دي برضو صدريه على فكره، صدريه، لان احنا عندنا الفقرات الصدريه بتبدا من كام؟ من 8 لحد 19. تمام. طيب تتحدب للخلف. طب من 25 ل 28 دي عجزيه، والعجزيه برضو للخلف. الله، يبقى كلهم ليه يا جماعه؟ كلهم للخلف. يبقى اذا في الحاله دي تختار الاجابه مين؟ اختار الاجابه ب، لأن الصدرية للخلف سواء من 8 ل 12 أو من 14 ل 17، والعجزية برضو محدبة للخلف مقعرة للأمام. 29 إذا كانت المسافة بين الفقرة العنقية الأولى إلى الفقرة العنقية الثالثة تساوي س. طيب الأولى عنقية، بعديها الثانية، بعديها الثالثة، المسافة دي كلها س. يا ترى المسافة ما بين الفقرة الصدرية الأولى، طب الفقرة الصدرية الأولى إيه؟ حجمها كبير، أكبر من العنقية لأن الفقرة الصدرية أكبر، واللي بعدها أكبر شوية، واللي بعدها أكبر شوية. الله، يبقى إذا من الفقرة الصدرية الأولى صدرية أولى اللي هي من عند 8 9 10 إلى الصدرية الثالثة اللي هي رقم كام؟ 10. المسافة في الحالة ديت هتكون إيه؟
هتكون اكبر من س. ليه؟ لان الفقرات الصدريه حجمها كبير فتديني مسافه اكبر من الثلاث فقرات بتوع مين؟ بتوع العنقيه. السؤال رقم 30، ما الفقرة المتمفصلة التي تقع أعلى عظام الحوض مباشرة؟ طيب عظام الحوض بتمتاز بوجود إيه؟ بوجود الفقرات العجزية. يبقى أنا عايز حاجة فوق الفقرات العجزية على طول. مين يا مستر؟ يبقى عندنا اللي موجود فوق العاجز على طول هو مين؟ إكس. ليه؟ لأن الفقرات العجزية بتبدأ من عند واي، أهي الحتة دي كده من عند واي، دي الفقرات العجزية. مين اللي موجود فوقها على طول؟ ده مين؟ الفقرة إكس. والفقرة إكس ديت اللي هي الفقرة رقم كام؟ 24، لأن العجزية بتبدأ من كام؟ من 25. 31، عدد العظام التي تتصل بالفقرة رقم 12 في العمود الفقري. الفقرة رقم 12 دي فقرة صدرية. فقرة ايه يا حبيبي؟ ايوه صدرية. طب نكتبها كده 12. 12 بتتصل بالفقرة رقم 11 وبتتصل بالفقرة رقم 13. كلام جميل. وبتتصل من الجانب ده بضلع في القفص الصدري لأنها فقرة صدرية، وبتتصل من الجانب ده بضلع. يبقى بتتصل من فوق بعظمة اللي هي الفقرة رقم 11، وتتصل من أسفل بعظمة اللي هي الفقرة رقم 13، وتتصل من الجانب بضلع وتتصل من الجانب بضلع، يبقى تتصل بأربع عظام. السؤال رقم 32، أي التراكيب تنشأ من تراكيب أخرى؟ هختار الإجابة ألف. 2 ينشأ من 5، حيث 2 نتوء مفصلي سفلي ينشأ من النتوء الشوكي. السؤال رقم 33، ما الذي يوضحه الشكل المقابل؟ أنا شايف قدامي فقرات قطنية متمفصلة، وشايف فقرات عجزية وعصعصية ملتحمة، وشايف قدامي كمان أعصاب طالعة من الحبل الشوكي. يبقى إذا هقول دي فقرات بعضها متمفصل وأعصاب شوكية. قلت بعضها متمفصل ليه؟ لأنه القطنية متمفصلة والعجزية والعصوصية ملتحمة طبقا للرسمة اللي موجودة قدامي. 34، الشكل المقابل يمثل حالة انزلاق غضروفي. لو حد ركز، ده الغضروف، ده غضروف لازق في جسم الفقرة، لأن احنا قلنا الغضروف بيبقى موجود ما بين أجسام الفقرات، ضاغط على العصب. ده عصب ضاغط على العصب. تمام. لإحدى الفقرات الأكثر العرضة لهذا الخلل. احنا قلنا أكتر فقرات بتتأثر وبيحصل فيها انزلاق غضروفي هي الفقرات مين؟ القطنية. ليه؟ لأن غير مثبتة بضلوع أو غير مثبتة بعظام الحوض ويقع عليها أكبر عبء. تمام. طب حلو. والفقرات القطنية بتتحكم أو الأعصاب اللي طالعة منها بتتحكم في السيل العصبي اللي رايح فين؟ للأطراف السفلية. يبقى إذا في الحالة دي يا جماعة هيحصل إيه؟ هيحصل تلف الأعصاب التي تتحكم في حركة الطرف مين؟ السفلي. طب لو كانت فقرة عنقية كنت هختار الطرف العلوي، لأن الأعصاب اللي بتطلع من الفقرات العنقية بتتحكم في الطرف مين؟ العلوي. 35، الشكل المقابل يمثل بعض فقرات العمود الفقري، تعرف عليها جيدا. أي هذه الفقرات يتصل بعظام محورية؟ كلمة عظام محورية بفتكر على طول هيكل محوري. يعني مين الفقرات اللي بتتصل بهيكل محوري بس ما يكونش عمود فقري؟ يعني من الآخر، مين العظام، مين الفقرات اللي هتتصل بالجمجمة وبالقفص الصدري؟ ما احنا قلنا الهيكل المحوري اللي هو مين؟ اللي هو الجمجمة والقفص الصدري والعمود الفقري. تمام. فهو بيقول لك شيل العمود الفقري. مين بقى الفقرات اللي هتتصل بالجمجمة والقفص الصدري؟ الفقرة العنقية الأولى دي بتتصل بالجمجمة قدامي، يبقى بي. والفقرة ديت لو حد ركز كده هيلاقي فيها مكان اتصال الضلوع زي ما احنا قلنا كده. اتصال الضلوع ده مهم جدا، بنعرف منه الفقرات مين؟ الصدرية. يبقى اذا الفقرة دي بتتصل بالقفص الصدري، والقفص الصدري هيكل محوري. يبقى اذا في الحالة دي تختار الإجابة ب ودي فقط. 36، الشكل المقابل يوضح العلاقة بين رقم الفقرات وحجمها. تقريبا برضو حلينا سؤال شبه ده في الحصة. فبنقول الفقرات من 1 لحتى الفقرة 24 حجمها بيزيد، فالعلاقة بتكون ايه؟ طردية. نيجي للسؤال 37. لو انت وصلت معايا لحد هنا فاكتب لي كده 97% يا بطل، عشان اعرف انت مركز لسه ولا نايم. اكتب وملكش دعوة. هتعرف ايه سبب الارقام ديت ان شاء الله لما تجيلنا الحصة، هنشرح لك الارقام دي ان شاء الله باذن الله. 37، انا قدامي هنا فقرة رقم 1. الفقرة رقم 1 يا شباب، الفقرة رقم 1 عاملة 4 اتصالات او 4 تمفصلات مع عظام مجاورة، او بتتصل يعني ب4 عظام. يبقى ديت فقرة صدرية. ليه؟ لان الفقرة الصدرية بتتصل بضلع وضلع، وفقرة من فوق وفقرة من تحت. دي فقرة قطنية. ليه فقرة قطنية؟ لانه بتتصل بفقرة فوق وفقرة تحت وما بتتصلش بضلوع. دي فقرة عجزية.
والفقرة العجزية بتتصل بالفقرة رقم 24، دي الفقرة رقم 25 مع 26 بقى ايه ملتحمة، يبقى هي عاملة تمفصل واحد بس مع الفقرة رقم كام؟ مع الفقرة رقم 24. تمام. ودي في الغالب بتكون مثلا الفقرة رقم 33 لأنه مش عاملة تمفصلات مع حد، هي ملتحمة مع الفقرات العصاصية. أي هذه الأشكال يمكن أن يمثل الفقرة المنصفة للعمود الفقري؟ الفقرة المنصفة للعمود الفقري 17، و17 ديت صدرية، يبقى اختار الإجابة ألف. أي هذه الأشكال يمكن أن يمثل أكبر الفقرات الملتحمة حجما؟ أكبر الفقرات الملتحمة هي 25، ودي العجزية، والعجزية 25 قلنا بتعمل تمفصل مع 24 فعندها سهم واحد بس. 39. أي هذه الأشكال يمكن أن يمثل الفقرة التي تقع في مستوى موازي للأمعاء؟ يعني تواجه تجويف البطن، والتي تواجه تجويف البطن هي فقرة قطنية، يبقى اختار الإجابة ب اللي هي 2. 40. الرسم المقابل منظر أمامي للفقرة العنقية الثانية، ادرسه جيدا ثم حدد. دي الفقرة اللي ايه؟ الفقرة رقم 2. حلو قوي. طب الفقرة رقم 2 بتتصل فوق منها مين؟ بتتصل فوق منها بالفقرة رقم 1. يبقى إذا س ده نتوء مفصلي ايه؟ ده نتوء مفصلي علوي. بيتصل بواحد بنتوء مفصلي مين؟ سفلي. يتصل الجزء س اللي هو النتوء المفصلي العلوي بالنتوء السفلي للفقرة الأولى، بالنتوء السفلي للفقرة مين؟ الأولى. ولو هي مكتوبة عندك أمامي أو خلفي، فكلمة أمامي أو خلفي دي معاني تاني للنتوء المفصلي السفلي والعلوي، ولكن المنهج دلوقتي بيتكلم ايه؟ بيتكلم على سفلي وعلوي فقط من غير كلمة أمامي وخلفي، فهي لو مش متعدلة عندك عدلها. سؤال 41. ادرس الشكل التالي ثم أجب. أي الفقرات التالية يتصل بها الجزء رقم 1؟ الجزء رقم 1 ده الجزء الخلفي من الجمجمة، والجزء الخلفي من الجمجمة يتصل بالفقرة العنقية الايه؟ الأولى. 42. ما الخلية التي لا توجد في ورقة نبات عشبي؟ يهمني كلمة ورقة. هل الورقة بيبقى فيها سيبرين؟ لا يا مستر ما فيهاش سيبرين، لأن السيبرين موجود في طبقة الفلين وفي شريط كاسبري اللي موجود في الجذر. يبقى ما الخلية التي لا توجد في ورقة نبات عشبي؟ هختار الإجابة إيه؟ لأنه إيه ديت فيها سيبرين اللي هو بالأزرق ده. ما الخلايا التي توجد في الشعيرات الجذرية؟ والله اللي موجودة في الشعيرات الجذرية هختار الإجابة B. ليه اخترت الإجابة B؟ لأنه سلوز، والسلوز منفذ للماء، والشعيرات الجذرية بتمتص من المية. وركز، ما هو ما قالش في الجذر، هو قال في الشعيرات الجذرية، عشان ممكن حد يقول لي شريط كاسبري في الجذر. لا أنا عايز الشعيرة ذات نفسها اللي هي خلية واحدة اللي هي الشعيرة الجذرية. دي بيبقى الجدار بتاعها مكون من سلوز، اللي هو باللون الأحمر، مش مترسب عليه ولا سلوز ولا كيوتين ولا سيوبرين ولا الكلام ده كله. تمام؟ ليه؟ لأن الشعيرة الجذرية مسؤولة عن امتصاص الماء، والسلوز منفذ لمين؟ للماء. ما نوع ورقم الفقرة رقم 1؟ الفقرة رقم 1 بصوا كده معايا كده، رقم 3 ديت فقرات عجزية صح كده؟ يبقى هاخد الفقرة رقم 2 دي الفقرة رقم 24 اللي هي آخر واحدة قطنية، ورقم 1 دي 23 قطنية. يبقى نوع الفقرة رقم 1 دي قطنية ورقمها 23. كم عدد العظام الموضح بالشكل؟ والله القطنية ادي 1 2، في 2 فقرات قطنية، وفي عجزية واحدة لأنها ملتحمة، وفي عصاصية واحدة لأنها ملتحمة، واحنا قلنا الملتحمة تحسب عظمة ايه؟ واحدة. يبقى أنا عندي الشكل ده فيه 4 عظام. ندخل بعد كده نكمل في الأسئلة وأسئلة الثانوية السابقة على الحصة أو على الجزئية اللي جت قبل كده في الامتحانات. بيقول لي ما الخلايا التي يمكن أن تعبر عن خلايا الإسكالرانشيمية؟ طب الإسكالرانشيمية بتتميز بوجود مين؟ بوجود اللجنين. طب واللجنين باللون الايه؟ باللون الأخضر. يبقى إذا في الحالة دي تختار الإجابة مين؟ سي، لأنه اللجنين باللون مين؟ اللون الأخضر. 45. الشكل المقابل يوضح إحدى الخلايا الحية في الجذر، وكاتب لي كمان شريط كاسبر من مادة السيبرين. الراجل بيغششني. أي مناطق هذه الخلية يمر من خلالها الماء؟ طبعا المية تدخل من أي مكان، إلا المنطقة اللي فيها شريط كاسبر، لأن السيبرين غير منفذ للماء. يبقى جميع مناطق الخلية ما عدا شريط مين؟ ما عدا شريط كاسبر. 46. ما النتيجة المترتبة على عدم ترسيب الكيوتين في بشرة أوراق النبات؟ تفقد طبعا خلايا النبات الماء. 47. أمامك شكل يوضح خلايا ثمرة الكمثرى، لسه حالين في الواجب وقلنا إن 1 ديت برانشيمية و2 اسكالرانشيمية. تمام؟ وبالتالي هنقول دلوقتي إنه الخلية 1 خلية حية، والخلية 2 مدعمة بمادة صلبة.
48 أي مما يلي ليس من طرق الدعم في النبات ذبول الأوراق، طبعا ده ملهاش علاقة بالدعم أو الدعامة في النبات. 49 ما هو دور الخلايا الكولانشيمية في النبات؟ الدعم المرن. اشمعنى؟ أصل الكولانشيمية فيها مادة مين؟ مادة السلوز الذي يكسب صلابة ومرونة. نيجي بعد كده للسؤال رقم 50 أي مما يلي صحيح فيما يتعلق بترسيب المواد الصلبة في جدران الخلايا النباتية؟ طبعا لما ارسب مواد صلبة ممكن ارسب سلوز فهيكون منفذ، ممكن ارسب لاجنين غير منفذ، ممكن ارسب سيبرين غير منفذ. اذا عملية الترسيب هتأثر على النفاذية، قد تجعل الجدار منفذ وقد تجعله غير منفذ. 51 ما هي المادة التي تساعد على منع فقدان الماء من الخلايا النباتية؟ طبعا الكيوتين لأنه غير منفذ للماء أو يمنع فقد الماء. ما هي الوظيفة الأساسية للهيكل العظمي؟ طبعا الدعامة، وتربط العضلات وتسهل الحركة. 53 ما نوع الدعامة التي تحمل الأجزاء الهوائية؟ الأجزاء الهوائية هنا تشمل مين؟ ممكن نقول الورقة وممكن نقول الساق، ممكن نقول الكيوتين وممكن نقول السيبورين، ما هو الاثنين بيمنعوا نفاذ الماء. تمام، يبقى إذا احنا عندنا على الساق فيه كيوتين وسيبورين، الورقة فيها كيوتين. طب اختار الكيوتين ولا اختار الكيوتين والسيبورين؟ قال لك لا، خد الكيوتين والسيبورين مع بعض اشمل واعم. هنا كلمة الكيوتين بس على بشرة الورقة، لا انا اختار الكيوتين والسيبورين على سطح ساق النبات، وخاصة الساق بتنقل المية لأعلى، فاختار الكيوتين والسيبورين مع بعض اشمل واعم من الكيوتين فقط. ما الذي يجعل النسيج الكولانشيمي نسيجا داعما؟ يجعل اعضاء النبات اكثر صلابة وقوة، تغلظه بالسلوز وطريقة توزيعه في جسم النبات. انا عارف ان انت ممكن تفكر في الاجابة الف، بس جيم ادق، لانه السلوز بيتغلظ او بيترسب في اركان الخلايا، وبيبقى في اماكن محدده، يعني بنلاقيه موجود مثلا في القشره في الساق، موجود مثلا في الورقه في اماكن محدده زي ما حددناها كده، فوق الخشب وتحت الخشب كده تحت الخلايا البرانشيميه. طريقه توزيعه والاماكن اللي بيتوزع فيها ديت بيخلي الحاجه تزداد صلابه وتزداد مرونه او قوه. 55 تتصل الفقرة 15 بالفقرة 16. لو انا عملت الفقرة 15 والفقرة 16 تحت بعض كده، تمام، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط بيناتهم قرص غضروفي مفصل غضروفي، ايوه، وهنعمل نتوءان مفصليان سفليان في 15، وهنعمل نتوءان مفصليان علويان في الفقرة رقم 16. يبقى اذا انا هقول الاتصال بيناتهم عن طريق مفصل غضروفي ونتوءان مفصليان علويان وسفليان. 56 ما الدور الاساسي للكيوتين والسيبرين في النباتات؟ طبعا الكيوتين والسيبرين بيعملوا ايه يا جماعه؟ بيمنعوا نفاذ الماء، يبقى العمل بمثابه حواجز غير منفذه ومقاومه للماء. 57 هو بيقول لي هنا فقرات متمفصله وبيقول لي هنا الحجم. طب الفقرات المتمفصله مين؟ قطنيه، والقطنيه اكبر فقرات متمفصله، وعين ديت صدريه، وسين ديت عنقيه. يبقى الفقرات المتمفصله هي مين؟ قطنيه وصدريه وعنقيه. وانا كده ببص عليهم، ببص على الحجم بلاقي ان القطنيه اكبر حاجه، فعشان كده انا اخترت صاد قطنيه، ثم يليها الصدريه، ثم يليها العنقيه. فالقطنيه عددها كام؟ عددها 5. 58 الانسجه التي تساهم في تدعيم النبات؟ طبعا النسيج الكولانشيمي والنسيج الاسكالرانشيمي، الكولانشيمي على سلوز والاسكالرانشيمي لاجنين. 59 النسبة بين عدد عظام العمود الفقري في طفل حديث الولادة؟ قلنا طفل حديث الولادة لسه العظام لم تلتحم بعد، يعني بيكون عنده عظم كتير، لما يكبر العظم ده بيلتحم مع بعضه ونحسب عظمة واحدة، تمام. فبالتالي كل ما كان الطفل صغير كل ما يكون العظام عنده كتيرة لأن لسه ما التحمتش. يبقى إذن هنقسم عدد كبير للطفل، عدد كبير. أما الرجل البالغ عدد العظام عنده أقل، عدد أقل. لما اقسم حاجه كبيره على حاجه قليله تدينا نسبه اكبر من مين؟ اكبر من الواحد. 60 اذا كان الشكل المقابل يعبر عن جزء من الهيكل العظمي فاي العبارات التاليه صحيحه؟ طبعا هنختار الاجابه الف. ليه يا مستر الاجابه الف؟ الجزء عين ده يا مستر جسم الفقره، ده جسم مين؟ جسم الفقره. والجزء س ده الحبل مين؟ الحبل الشوكي اللي بيمر من هنا من حاجه اسمها الحلقه مين؟ الحلقه الشوكيه او الحلقه العصبيه. طيب جسم الفقرة ده جزء جزء أمامي، أما الحلقة العصبية والنتوءات جزء خلفي. يبقى الجزء عين يتصل بالحلقة العصبية من الأمام، يعني جسم الفقرة بيتصل بالحلقة العصبية، تمام، من من الأمام، تمام. نجي بعد كده للأسئلة الإضافية الخاصة بطلبة الأزهر. بيقول لي مادة تترسب على جدر الخلايا وتسمح بمرور الماء؟ طبعا دي السليلوز.
مادة تترسب على جذور خلايا غير حية والألياف الخشبية دي اللاجنين، مادة تترسب في الخلايا الفلينية السيبرين، مادة تترسب على بشرة الأوراق والسيقان دي الكيوتين، أكبر الفقرات حجما وتوجد في منطقة البطن دي الفقرات القطنية، فقرات عريضة ومفلطحة وملتحمة دي العجزية، صغيرة الحجم وملتحمة دي العصعصية، ده النتوءان المستعرضان رقم 8. 9 الحلقة الشوكية، 10 النتوء الشوكي، 11 ذكر فيها الطرفين العلويين يبقى ده عظام الكتف او الحزام الصدري، الطرفين السفليين يبقى نقول عظام الحوض لان العظام الحوض هي اللي بتربط. وان شاء الله باذن الله البشوات الاعزاء طلابنا طلاب الازهر هنزل لكم المقال يعلل وماذا يحدث والتفسير ده كله ان شاء الله باذن الله مكتوب عشان ما تتلخبطش ورايا وانت بتكتب، وهنزله لك على الجروب مكتوب في ملف كده فسعادتك تراجعه كلمه كلمه ان شاء الله باذن الله يا ابطال. دلوقتي انت اتفرجت على الايه، على الفيديو، اي سؤال انت ما فهمتوش وانا بشرحه ليك فانت ان شاء الله باذن الله قبل الحصه او بعد الحصه كلمني فيه واشرحه لك. تعمل حسابك ان شاء الله باذن الله ان طلبه الثانويه العامه هتحل كتاب الامتحان، وطلبه الثانويه الازهريه هتحل المرشد او الذهبي. ممكن طلبه الثانويه العامه تحل الامتحان والتفوق ما يزعلناش، بس على الاقل عايزين كل طالب يحل كتاب اضافي بالاضافه للمذكره، لانه ان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص الدرس هيكون اجباري تجيب الكتاب محلول. وخد اخر كود هتكتب لي هنا غزة رمز العزة. نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.